احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. انا عملت معاكم قبل كده كحك وبسكوت في رمضان. طب بصراحه عجب الاولاد جدا، فقلت اعمله تاني بطريقه تانية. وعملته المره دي بالبرتقال وبالنشادر، عملت الاتنين مع بعض. وسهل جدا وما اخدش وقت برضو خالص. وعاملاه بايدك بنظافه غير ما بيبقى من بره خالص. بصوا ما شاء الله، تحفه بجد. وكفايه الريحه بتاعته، جميل جدا جدا. بدل ما نشتري اي حاجة من بره، الواحد يشوف الطريقة ويعملها في البيت للاولاد. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا عامل ازاي، تحفة بجد. وعجب حبايبي قوي، وجيراني واصحابي عجبهم جدا جدا. ومن كيلو دقيق واحد عملنا كمية حلوة قوي، هتشوفوا دلوقتي. جبنا بقى كده كيلو من الدقيق. انا اول مرة اجرب بصراحة الدقيق ده، طلع جميل جدا في الكحك والبسكوت. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، اخدنا نص كيلو. يعني احنا الكحك والبسكوت عملناه قبل كده، بصراحة يعني اخد وقت شوية غير ده خالص. ما اخدش وقت خالص. طبعا كيلو من الدقيق واتنين بيضة، دي مقادير نص كيلو، لان انا قسمته على نصين. دي كده هنعمل كده بسكوت بالبرتقال. اتنين بيضة، نص كوباية من السمنة، فانيليا برتقال، وفانيليا عادية برضو عشان بحب الفانيليا، بتبقى بتدي ريحة جميلة جدا، وبيكنج باودر و... وريحة برتقال. حطيت حبة صغيرين جدا. وجبت سكر مطحون زي ما انتم شايفين كده. بس اخدت كوباية ويعتبر وربع من السكر المطحون. جبنا بقى الطبق بتاعنا، نزلنا كده بالسمنة بتاعتنا. طبعا السمنة بدرجة حرارة المطبخ، يعني ولا ساقعة قوي ماسكة ولا سايحة، زي ما انتم شايفين كده. بصوا عاملة ازاي. دي كده كوبايه الا ربع. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين حجم الكوبايه. نزلنا عليها بالسكر. طبعا انا هحط سكر تاني. هنديها تقليبه كده خفيفه. زودنا بقى السكر زي ما انتوا شايفين كده. يعني يعتبر كوبايه وربع من السكر، لان انا مش ماليه الكوبايه سكر قوي. طبعا سكر انا برضو طحناه في البيت ونخلاه. نخلاه كويس جدا، عشان خاطر برضو بيبقى فيه يعني حبيبات كده صغيره. طبعا قلبناه كده تقليبه على بره المضرب كده، عشان كله يعني يبقى مع بعضه. ونزلنا عليه بالمضرب زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن. بص القوام بتاعه عامل شكل الكريمه كده بالظبط. طبعا جبنا البيض بتاعنا، هننزل عليه بالفانيليا. ننزل عليه بالفانيليا البرتقال. بس هننزل بقى بواحده واحده وهنضرب. بس هنحط حبه فانيليا برضو. بس ما شاء الله. طبعا ريحه الفانيليا البرتقال وريحه البرتقال تحفه، مخليه الريحه بتاعه البسكوت جميله جدا. وعلى فكرة سهل خالص، يعني بيتهيألي الفيديو اخد وقت. بس طبعا بنضربها وننزل بقى بالبيضة التانية برضو. متنسونيش بقى في اللايك كده وكومنت حلو. هنحط حبة فانيليا برضو صغيرين. انا بحب بصراحة الفانيليا اللي هي الصغيرة دي، بتبقى جميلة جدا. وريحتها بتبقى نفاذة اكتر من اللي هي بتبقى بواكي. وبرضو فانيليا سايبة بتبقى حلوة، بس انا حبة دي قوي يعني. غطا صغنن كده زي ما انتوا شايفين من ريحة البرتقال. معلش يا صوتي، بس عندي برد شوية. بس ما شاء الله. طبعا هنقلبهم كلهم مع بعض كويس. اللهم بارك. بس ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الاولاد واخدين بيحبوا اي حاجه تبقى حلوه في البيت كده. بالليل مثلا مفيش اي حاجه مثلا، يجوع ولا حاجه، يعملوا كوبايه شاي مع بسكوته. طبعا هنجيب الميزان بتاعنا هنشفره طبعا كده. نحطه فوق البوله بتاعتنا وهنشفره.
زي ما انتم شايفين. وهنوزن بقى ايه مقدار نص كيلو كده، يعني الا معلقه مثلا. بصوا ما شاء الله. وطبعا هو الدقيق كويس جدا، بس انا برضو يعني بحب انخل كل حاجه. بصوا ما شاء الله. هنحط رشه ملح خفيفه، وهنحط كده قد نص معلقه من البيكنج باودر، يعني في حدود نص معلقه بس كده زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. حلو كده، هو يعتبر نص معلقه. هنقلبهم طبعا كويس جدا بس، وهنخله بقى فوق العجينه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله. اديله برضو نخله كده عشان خاطر يبقى كل حاجه معموله كده بنظافه من كل يمه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هنقلبه بقى كده بس مش هنعجن، احنا هنقلب بس بحيث نلم العجينه. بس كده. وبرضو حسب ما انتي بتعملي طبعا ايدك في الحاجه هتعرفي. يعني مثلا جت طريه معاكي طريه قوي، اهم حاجه ما تلزقش في ايدك، هتزودي لها شويه دقيق. جت ناشفه سنه معاكي هتزودي لها شويه سمنه. بصوا عامله ازاي اللي بعد ما لميتها طبعا كده. بصوا ولا طريه ولا ناشفه، يعني بصراحه انا ما زودتش دقيق ولا اي حاجه خالص. نفس المكونات دي بالظبط. هنجيب بقى المكنه اهي. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن تحفه. انا بحب بقى البسكوتيه الخفيفه الرفيعه دي، بتبقى جميله. طبعا عشان ما اطولش عليك الفيديو، نفس المكونات بالظبط عملنا بيها بسكوت النشادر. اهو برضو خدنا كوبايه الا ربع كده من السمنه، وكوبايه ونص من السكر، وخلطناهم مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. وجبنا 2 من البيض، بس طبعا ما فيش بقى فانيليا برتقان ولا ريحه برتقان. بصوا هنقلبها كويس برضو، هننزل بواحده واحده كده، وبرضو هنضربها كويس. هنحط بقى ايه حبه فانيليا. الفانيليا دي اللي بقولكوا عليها ريحتها جميله جدا جدا. كانت تحفه تحفه ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنقلبهم جامد كده وبالمضرب برضو. هننزل برضو بالبيضه التانية. طبعا احنا حطينا نص الكميه بتاعه الدقيق. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو برضو انا نخلت الدقيق بره وحطيت معاكم على طول. هننزل بقى بالبيضه التانية على طول. بصوا ما شاء الله. حطيت برضو حبه فانيليا كده تاني، انا بحب الفانيليا جدا بصراحه. ريحه البسكوت كانت ماليه الشقه ما شاء الله تبارك الرحمن. هنجيب بقى معلقه نشادر كده صغيره. بصوا ما شاء الله. معلقه يعتبر مليانه شويه. هنقلبها كويس قوي. طبعا ده على ربع كوبايه من اللبن الدافي. كنت مدفيه اللبن يا دوبك زي دمعة العين كده، دفى بس بسيط. ونقلب كويس جدا كده زي ما انتم شايفين لحد ما تحس ان النشادر عملت فوران كده بسيط مع اللبن. طبعا العجينه بتاعتنا كده خلاص خلصت. هننزل بقى عليها ايه باللبن، وهنضربها برضو واحده واحده كده، وهنضربها كويس بالمضرب كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. ننزل بقى نزلنا ببقيه حبه اللبن برضو بالنشادر وضربناه. او زي ما انتم شايفين حبه بيكنج باودر على بقيه الدقيق بتاعنا. كنت انا نخلته الاول، وبعد كده رشه ملح برضو حطيتها. بصوا ما شاء الله. ونفس بالظبط التاني، بس الفرق نفس البرتقال. حطينا ريحه برتقال وفانيليا برتقال. ده كده النص التاني. هننزل بالدقيق ونقلبه برضو كده كويس. هنلم بس كده مش هنعجن، هنلم بس الدقيق بالعجينه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله. برضو طلعت ناجحه جميله جدا، وما زودناش ولا سمنه ولا دقيق.
بصوا عامله ازاي، جميله جدا اهي. بصوا جميله، ولا بتلزق ولا حاجه خالص، كانت جميله هي، بس عشان خاطر ايه مطرح ايدي ما كنت بعجن بيها. اهو ده الشكل بقى كده، هنحطه في الفرن. طبعا ايه كنت واخده بالي من الفرن جدا، ما شاء الله اتحمر تحت وفوق وكان تحفه. بصوا بقى ده الشكل النهائي لما طلع. طبعا سبته كده، اول ما طلع على طول من الفرن سبته يا دوبك 5 دقايق بس، وطلعته من الصواني. ما شاء الله تبارك الرحمن، الكيلو، كيس الكيلو اللي انتوا شفتوه ده عمل معايا كميه حلوه جدا. طبعا اديت لحبايبي كلهم، وعجب الاولاد جدا، وبألف هنا وشفا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين.